السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو جامد جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض الفسيخ على الرايق كده. هنعمله بطريقة حلوة جدا، هنعمله بكل اسراره وتفاصيله، وازاي يطلع معاكي زي الزبدة كده ويطلع لونه وردي جميل معاكي. واسرار تسويته، وهيقعد مدة تخليل قد ايه. يعني من الاخر هتبقي استاذة في الفسيخ وعمرك ما هتشتريه من بره تاني. هتعمليه وهيطلع معاكي احسن من اكبر محل فسخاني في مصر. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. هنسمي الله كده ونجيب معانا سمكتين بوري زي ما انتوا شايفين. الوزن بتاعهم السمكتين بيكونوا كيلو، يعني كل سمكية بتكون نص كيلو. بتجيبيه بيكون لازم يكون طازة، ما يكونش متلج، ويكون الخياشيم بتاعته كده لونها وردي زي ما انتوا شايفين. لازم يكون السمك يكون طازة، عينه بتلمع، والخياشيم بتاعته لونها بينكي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اغسله على طول. بالنسبة للغسيل بوقف السمكية كده وبحط المية في الخياشيم وافضل انضف فيها علشان بيكون فيها تراب كتير جدا، وبنضفها زي ما انتوا شايفين كده كويس قوي تحت المية الجارية. وبننزل على قد ما نقدر القشور اللي بتبقى على جسم السمكة من بره. وبعد كده بحطها في مصفى زي ما انتوا شايفين، بتكون راسها لتحت علشان تصفي كل المية والدم الزيادة اللي فيها. ودي بتكون طريقة الغسيل بتاعة السمكة. اهم حاجة تكوني قلباها كده علشان مفيش مية تدخل خالص في بطن السمكة. لو دخل مية في البطن بتاعة السمكة هيبوظ منك. بعد ما السمك اتصفى كويس زي ما انتوا شايفين، بجيب حاجة كده تكون مرتفعة، يعني كوباية او ازازة، حاجة كده تكون بالطول، وبحط فيها مناديل زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ احط السمكية برضو راسها لتحت علشان بقى انا عايزاها تتصفى خالص من المية والدم اللي فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها كده حوالي 4-5 ساعات. ممكن تحطيها تحت المروحة عشان تنشف كويس. اهم حاجة ما يكونش فيه حشرات خالص، ما ينفعش اي حشرة تقف عليه. لو شك ان ممكن حاجة تقف عليه، ممكن تجيبي شاشة كده وتحطيها عليه وتسيبيه لحد ما ينشف خالص. بعد لما السمك ينشف معايا خالص ويكون معلهاش اي مية زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ كده اخرجه من المناديل زي ما انتوا شايفين. نقصف في الدم مية كتير قوي. هبدأ كده بقى اجيب السمك بتاعي وانشفه كويس قوي برضو تاني بمناديل المطبخ زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة ما يكونش فيه اي مية نهائي علشان نستبعد ان ممكن يبوظ مننا لا قدر الله. هبدأ كده انشفه من اي زيادة مية زيادة ولا حاجة. وبعد كده هبدأ كده بالمناديل، احط المناديل في الخياشيم من جوه بالشكل ده علشان برضو تسحب لي اي مية او دم موجود جوه السمك بتاعي. بعد كده ببدأ اجيب عندي بقى الملح اللي هو الخشن او الملح الرشيدي، وده بيكون احسن حاجة للتخليل. زي ما انتوا شايفين بنزل كده بحوالي نص كوباية من الملح الخشن، وبنزل عليها بمعلقة كبيرة من الشطة الناعمة، ودي ملهاش علاقة ان هو يكون حامي خالص، دي بتكون مادة حفظ. ونص معلقة كبيرة من الكركم، وبقلبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومش بنضيف لهم اي حاجة تاني. بعد كده بقى هجيب عندي السمكتين بتوعي زي ما انتوا شايفين. هبدأ اخرج منهم بقى المناديل زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنمسك السمك بتاعنا بنتك عليه كده زي ما انتوا شايفين. بنفصل السلسلة عن جسم السمكة علشان يكون طري جدا معايا. بنعمل السمكة مساج كده، يعني بندوس عليها كده من الظهر، بنحاول نفصل السمكة وبنتك على السمكية. بس اهم حاجة تبعدي عن البطن خالص، ما تحاوليش تدوسي عليها. بعد مرحلة المساج بقى والدلع بنفتح بقى الخياشيم بتاعتها كده ونمسك الملح بندخله فيها، وبالراحة كده بصابعنا بنحاول ندخل شوية كده ناحية البطن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بنملى الخياشيم بتاعتها كويس قوي، حوالي معلقة كبيرة كده من الملح بندخلها جوه الخياشيم بالشكل ده. وبعد كده برضو بنمسك حبة كده من الملح وبندخلهم، بنفتح كده بق السمكة وبندخلهم بندخل الملح جوه بق السمكة بالشكل ده.
بعد كده بقى بنمسك شوية من الملح كده على ظهر السمكية زي ما انتوا شايفين، وهنعمل برضو السمكية التانية بنفس الطريقة. نحط شوية ملح وندخل بصبعنا كده حبة صغيرين ناحية البطن، وبنملى الخياشيم بتاعتها وبق السمكة كويس قوي. وبعد كده بقى بنمسكها كده من بره برضو بشوية من الملح بالشكل ده. بعد كده بقى هنبدأ نجيب الشنط اللي هنبدأ نحط فيها الفسيخ بتاعنا. بفتح الشنطة بالشكل ده وببدأ ارش كده شوية ملح من تحت زي ما انتوا شايفين كده، وبحط السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين واحدة عكس واحدة. يعني بحط واحدة مثلا الراس من جنب وجنبها ديل السمكة التانية، يعني السمكتين بيكونوا عكس بعض، وارش بقى عليهم كده الملح زي ما انتوا شايفين. وما تخافيش الملح مش بيحدق السمك خالص. الملح اللي بيحدق الفسيخ بتاعنا طول مدة التخليل، لكن الملح مش بيحدق السمك خالص. ببدأ اخرج الهواء كله من الكيس. اهم حاجة المرحلة دي تخرجي اي هواء موجود جوه الكيس بتاعنا. وبعد كده بقفله كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وببدأ اجيب بقى شنطة تانية وابدأ برضو اخرج منها الهواء بالشكل ده واربطها كويس. وافضل احط كده شنطة في شنطة في شنطة على قد ما تقدري، يعني بتحطيهم في كذا شنطة، يعني 4 5 شنط 6 شنط على قد ما تقدري زودي شنط. هنقفلهم كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة بنخرج الهواء كويس قوي. بعد كده بقى بجيب عندي بكرة الاسترتش زي ما انتوا شايفين كده، وافضل بقى الف الفسيخ بتاعي كويس قوي علشان اضمن ما يكونش فيه اي هوا خالص. بفضل الفه كده رايح جاي رايح جاي حوالي كده 10 لفات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بجيب عندي علبة كده من البلاستيك محكمة الغلق زي ما انتوا شايفين، وببدأ احط فيها الفسيخ بتاعي وبقفل عليه كويس قوي زي ما انتوا شايفين. وبحطه بقى في الدولاب بتاع المطبخ. المهم يكون في حاجة تكون مقفولة او في فرن البوتاجاز مثلا، وما تحاوليش تيجي جنبه غير اول ما يعدي عليه 3 ايام. يعني اول حاجة بتستني 3 ايام، وبعد ال3 ايام بتبدأي تقلبي فيه كل يوم. كل يوم بتقلبيه على جنب، يعني النهاردة تقلبي على الجنب ده، بكرة تقلبي على الجنب التاني، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ال3 ايام بتفضلي تقلبيه كل يوم على جنب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد 10 ايام بالظبط هنفتح عليه. جينا بقى للحظة الحاسمة بعد ما عدى بالظبط 10 ايام على الفسيخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ كده نخرجه. شايفين من بره الكيس بنتك عليه كده، طبعا هو بينزل مية لان المية دي هو اللي بيستوي فيها الفسيخ، ودي سر من اسرار نجاح الفسيخ. يعني لو ما نزلش مية يبقى في حاجة غلط كده. هنبدأ بقى نفتح زي ما انتوا شايفين الاسترتش اللي احنا مجبسينه بيه بالشكل ده. وبعدين بقى بنفتح الاكياس زي ما انتوا شايفين الفسيخ منزل المية بتاعته، حاجة كده جميلة قوي بالشكل ده. هنبدأ بقى نمسك الفسيخ بتاعنا زي ما انتوا شايفين طري ازاي، عامل زي الزبدة بالظبط، حاجة كده ما شاء الله. هنبدأ نفتح بقى الفسيخ بتاعنا مع بعض عشان اوريكم النتيجة اللي بجد هتطلعيه احسن من اكبر فسخاني في مصر. تقدري تفتحيه من بطنه او من ظهره عادي. انا هفتح لكم واحدة كده وواحدة كده بالشكل ده. طبعا ملهاش لازمة ان انت تقشريه من بره والكلام ده، كده كده احنا بنخليه وما بنسيبهوش كده، فما تتعبيش نفسك لان القشر ده بيبهدل الدنيا، بيتنطور في كل حتة. شايفين الجمال؟ الله الله الله، حاجة كده ما شاء الله. شايفين لونه وردي وجميل ازاي؟ لو سبتيه اكتر من 10 ايام الفسيخ هيكون حادق جدا معاكي. يعني في الجو المظبوط ده حلو قوي 10 ايام. لو في الجو الحر كفاية عليه اسبوع قوي، يعني في الصيف كفاية عليه اسبوع. في الجو المظبوط ده 10 ايام حلو قوي. لكن لو في الشتاء بقى عندك من 15 يوم ل20 يوم عشان يستوي كويس معاكي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده فاخر من الاخر. يلا بقى جربوا الطريقة دي
هتشوفوا احلى فسيخ مزبد. بنبدأ بقى كده نجيب السمكة بتاعتنا وبنفصل السلسلة، شايفين بتخرج معانا بكل سهولة ازاي، عشان احنا كنا بنعمل لها مساج وفصلنا السلسلة من قبل التخليل. هنبدأ كده نشيل السلسلة بتاعة الظهر زي ما انتوا شايفين، وبنشيل الراس. طبعا لو حابة تخلي السمك خالص، بتجيبي بس كده بالمعلقة بتشديه بيطلع معاكي بكل سهولة. عشان تحفظيه بعد التخليل ليه طريقتين. ممكن تشيليه زي ما هو كده، بتخرجي السمك وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، ووقت ما تيجي تستخدميه بتخرجي على قد ما انت عاوزة وتسيبيه يفك، وبعدين بتتعاملي معاه عادي جدا. الطريقة التانية ان انت بتخليه كده، شايفين بطن السمكية احنا بنشيلها بمناديل، سهل جدا. بتجيبي المنديل كده وتحطيه على بطن السمكية وبتسحبيها بتخرج معاكي بكل سهولة. وبعد كده بتمسكي المعلقة بتاخدي بيها الفسيخ كده من ورا لقدام، بيطلع معاكي الفيليه بتاع الفسيخ. تقدري بقى تحطيه في برطمان او في علبة من علب التلاجة، وبتحطي عليه زيت وليمون وتحطيه في التلاجة بس كده. وبعد كده هتاكلي احلى فسيخ. قدميه بقى بالطريقة اللي تريحك، حطي عليه بقى زيت وليمون، وبجد هتاكلي اطعم فسيخ، وبتكوني عاملاه في البيت وضامنه نظافته، وهيطلع معاكي بنتيجته حلوه جدا، هتبهرك بجد. اهم حاجه انزلي حطي لايك دلوقتي لو لسه ما حطيتيش لايك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامه.